مساء الخير وليداتي العزاز. هاد الليلة غنحكي لكم قصة جردة مالحة. ايوا عطيوني ودنيكم وسمعوني مزيان باش ما تلف ليكم خيوط الحكاية. كان يا مكان في قديم الزمان كانت واحد القبيلة بعيدة ما توصلها إلا ما عندك حيلة. كانت طريقها طويلة، المونة تسالي وهي ما تسالي. والعجيب في أمر هاد القبيلة أنها كل مرة كتبدل طريقها، الطريق اللي جابتك اليوم ما ترجعك غدا. وهاد الشي كله بسبب واحد السحارة كان اسمها عقيسة. كانت مالكة البلاد والعباد، وكان سحرها ما يفلتو منه غير الشداد. وكانت في القبيلة واحد المرأة طيبة جوادة تعطي بيديها ولسانها، واللي عندها ما ديالها كتجود بيه على ناسها. وكان عندها واحد الجنان خيرات القبيلة كلها منه، تعطي المسكين وتجود على اليتيم. ولهذا كانوا الناس يسميوها الصالحة. وهاد الصالحة يا وليداتي كانت العدو الكبير ديال عقيسة، حتى سحر ما خلاتو إلا وجرباتو حتى تهلكها وتهلك أرضها. لكن الله كان حافظها وحافظ جنانها. دازت الأيام والحسد والحقد في قلب عقيسة شاعل كيف النار، تاكل الخضر واليابس. واللي زاد في نارها هو أن الصالحة ولدات توامي يطيروا العقل بالسين. إيوا هادشي ما عليه صبر، حيت عقيسة مريضة بالعقر. إيوا يا وليداتي، عقيسة جمعات شياطنها في واحد الليلة كحلا زحلة، وقالت ليهم الليلة الصبح جنا مرماض باش ما تلقى البهيمة ما تاكل ولا العباد. بغيت نشوف الصالحة مدلولة، لا دار لا أرض لا مونة. إيوا سمعوا شياطنها الكلام وقرروا يطبقوا الحكام. لكن شي شوية رجعوا حازنين مدلولين. وقال كبيرهم ألا لا عقيسة، الله حافظ الصالحة والجنان ما لقينا طريق، جنانها محروس ما تدخل ليه لا بهدية ولا بفلوس. رجعت عقيسة لفراشها وجلست كتفكر في المكيدة، حيث دابا الصالحة ولا تشوكة في حلقها وعافية ما بين لحمها وعرقها. ضحكت عقيسة وقالت صافي لقيتها، غدا يا الصالحة تفطري بالدموع وتتعشي بالندامة. صباح الصباح وديك صح، وفقت الصالحة تفطر ولادها. لكن المسكينة ما لقات غير الفراش، قاست الفراش ولقاتو بارد. وعرفت أن مول الفعلة دارها بالليل. قلت مع بالها هادي فعيل عقيسة. تجمعوا أهل القبيلة قالوا يوا عقيسة طغات وما بقى كفاها آذى العباد، ولات زادت تخطف الولاد. هجموا على دار عقيسة باش يخلصوا القبيلة من مصايبها. إيوا غير هرسوا الباب وما لقاو غير الضباب، الريح كتصفر. هربات عقيسة من بعد ما خطفت الولاد، وحتى واحد ما عرف ليها طريق. الصالحة مسكينة ما لقات ليها جهد، هزت يديها للسما ودعات دعوة ما يردوها بواب، حيت كيف ما كتعرفوا دعوة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. عقيسة يا وليداتي ملي خطفت الولاد خوات القبيلة وشدات طريق طويلة ما ليها عنوان. وبعد 3 أيام من المسير وصلت لقبيلة الصيادة. وهاد القبيلة كانت عند الواد عايشين غير على الصيد، والواد ديما عليهم جواد. ملي جات عقيسة دقات الخيمة في القبيلة، والواد تبات الليلة، وإلا عجبها المكان تخلي الإقامة طويلة. دازت 3 أيام وعقيسة في القبيلة. الناس شافوا أن الحوت من بعد الصيد دغيا كتعطي ريحته، وإلا ما تكل في نهارو ما تنفع معاه لا ملحة لا قديد. تجمعوا كبار وأعيان القبيلة باش يعالجوا القضية ويشوفوا ليها شي حيلة. سولهم كبير العيان ومن إمتى هاد الحالة في القبيلة؟ جاوبوا كبير الصيادة أسيدي هادي 3 أيام، الواد بخل علينا بحوتو واللي صيدناه في النهار تعطي ريحته. تكلم واحد الصياد وقال هادي 3 أيام أسيدي، بقات واحد المرا خيمتها قدام باب داري، لا هي ضيفة ولا يدخل عندها ضيف. إلا شفتيها ما تسرك بشوفتها، إلا سمعتيها ما يعجبك حديثها. وقف كبير القبيلة وقال هاديك ضيف النحس، ضيف منبود من السلايف وجدود، الليلة ما ليها مباتة في قبيلتي.
عطيوها مونت الطريق وخرجوها، هذيك ما تصلح لا صديق ولا رفيق. وفعلا جاو الصيادة، جمعوا العاقسة الخيمة وعطوها مونت الطريق وخرجوها ونقاو القبيلة من شرها ونحسها. وهكذا القبيلة اللي مشات ليها عاقسة ما تفوت فيها 3 أيام حتى تجري عليها، حيت دغيا كتكوى بنار نحسها. إيوا يا وليداتي، كملت عاقسة طريقها حتى لقات راسها على أبواب قبيلة جديدة، ومن سمعها الصافية باينة قبيلة سعيدة. كانت هذيك قبيلة القاضي بومفتاح، القاضي اللي لجأ ليه ما يتظلم، الغني عنده بحال الفقير والكبير عنده بحال الصغير. وكان القاضي بومفتاح ما يخفى عليه سحر السحارة ولا سلعة العطارة. كان عنده جماعة من السحارة لكن ما يخدموا غير الخير وماشي الأذية. بقات عاقسة وتدخيمتها ونوتبت الليلة، وإلا عجبتها القبيلة تخلي الإقامة طويلة. دازت 3 أيام وشافوا الناس باللي كثرت الخصومة بيناتهم، الغني ياكل رزق الفقير والكبير يحقر الصغير. والقاضي بومفتاح عمرهم ما داروا الشكاية قدام بابو، وعمر الخصومة ما كانت في المال والعرض. إيوا جلس القاضي كيفكر مع صحابه، اش هادشي تسلط على القبيلة، عمرها ما تشكت الجور والمكيدة، وهاد 3 أيام صبح الظلم قاعدة. قال ليه صاحبو، إلا سمحتي لي يا سيد القاضي، هذه 3 أيام جات واحد لاجوزة غريبة على القبيلة، ما ترتاح لشوفتها وما يعجبك كلامها، ومعاها 2 صبيان صغار وما باينيش من توبها، ياك ما جبت معاها النحس والبغيضة لقبيلة سيدي بومفتاح؟ جاوبوا القاضي بومفتاح، انتوما كتعرفوني ما نبغي الظلم، جيبوها نسمح حكايتها، إلا كانت ضيفة نكرموها، وإلا جايبة البلال للقبيلة الليلة نطردوها. سولها القاضي بومفتاح، شكون انتي واش جابك لقبيلتنا؟ خافت عاقسة من كلامه، ولكن ردت على كلامه وجاوبته وقالت، جيت من قبيلة بعيدة دازت عليها أيام جديدة، زارها الكحط وطول الزيارة ما خلى فيها لا عود نابت لا نوارة. إيوا يا سيدي بومفتاح، هزيت وليداتي وخوات القبيلة وقصدت قبيلتك، إلا قبلتو عليا هذاك منايا، وإلا ما قبلتو نعاود رجايا. ملي شاف القاضي بومفتاح الوليدات منورين ووجه عاقسة مظلم، سولها، أنا شاك في أمرك، ولادك منورين وانتي ما تشبهي ليهم، ولادك باقيين ديال الرضاعة وانتي العكاز ما تفرطي فيه، هادو ماشي ولادك. أنا غادي نرسل الزرزور يجيب خبارك، إلا كنتي صادقة نرحبوا بك، وإلا كنتي كدابة مرموك لجهنم. القاضي بومفتاح كان عنده واحد الطير اسمه الزرزور، كان يجيب ليه الخبار بحال سيدنا سليمان، وهكذا كيعرف الصادق والكاذب والمغلوب والغالب. حبس عنده عاقسة وخلى عنده الولاد وتسنى الطير يجيب الخبار. مع الفجر رجع الطير وجاب خبار عاقسة بلا زيادة ولا نقصان، عارف حكاية الولاد وحكاية الجنان وحكاية قبيلة الصيادة، عارف سبب الخصومة اللي زارت القبيلة اللي كان يتضرب بها المثل. إيوا يا وليداتي، صباح الصباح وجاب معاه الصفا، تجار والفلاحة والخدارة والجزارة تصافوا وما بقات بيناتهم خصومة. خرج بومفتاح عاقسة وجمع السحارة ديالو وقال، عرفنا حكايتك عاقسة ودقنا إيديتك، ودابا دارت عليك النوبة، كيف ما أديتي تآداي، وكجزاء ليك غادي يمسخوك السحارة ديالي. إيوا اختاري، يا جرانة يا جرادة يا لبانة. عرفت عاقسة أن هذه الخيرة ليها، وحتى شي سحر ما غادي يصدق ليها، وقالت، الجران صداعو ما يآدي والدبان يقهروه لوسادي، أما الجراد كيهلك الشجر والجرادي، وأنا اختاريت الجرادة أسيدي بومفتاح. إيوا فرمشتعين صبحت عاقسة جرادة وطارت من الشرجم وما عرفوها فين غادا. المهم مشى الباس والظلام اللي بان في ناس القبيلة، ورجعت لصفاها ونورها. بعد أيام رجع القاضي بومفتاح الولاد لمهم الصالحة، ورجعت فيها الروح من بعد ما كانت تبكي وتنوح.
وفي الصباح التالي يا وليداتي صبحت القبيلة على سحابة كحلقة صداهم. هذاك صلب الجراد جابته عقيصة قاصد جنان الصالحة، جاي يهلك الشجر ويخلي الحجر. دخل الصرب للجنان لكن ما قدر ياكل حتى ورقة من شجره. اللي داق شي شجرة يلقاها مالحة، مع أن شجر كله غير عنب وتفاح وليمون ورمان كله حلاوة. إوا تقلبات الآية، خرجوا ناس القبيلة رجال ونساء ودراري صيدوا الجراد اللي حصل في جنان الصالحة. إوا ناس القبيلة تزردوا 3 أيام، حيت جراد هذيك الأيام ما كان فيه دواء، كان الغني ياكلو والفقير، حيث كان بحال الغنم سارح في الشجر والزرع. وفي الجراد كامل بقات جرادة مالحة بزاف، وحتى حد ما قدر ياكلها. اللي يحطها في فمو يرميها، حيت حتى واحد ما عارف أن هذيك الجرادة المالحة هي عقيصة. وبقات عقيصة جرادة مشوية ومرمية حتى كلاتها الريح مع الأيام. إيوا ومشات خبيرتي من واد لواد، وأنا بقيت مع وليداتي والناس الجواد.